لا يقارن امتحان الدنيا بامتحان الآخرة. امتحان الدنيا ظرفي ومحدود، وإن أنت أخفقت فيه أمكنك أن تعيد الكرة من أجل أن تجد لنفسك فرصة لأن تنجح مرة أخرى. لكن امتحان الآخرة لما تكون أمام الله، إما أن تؤتى كتابك بيمينك فتقول هاؤم اقرءوا كتابيا، وأما من أوتي كتابه شماله ولا من وراء ظهره فيقول يا ليتني لموت كتابيا ولم أدري ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية.